نصور كده. بنصور بقى لنا شويه I think. انا خلي بالك، انا المصنع عندي لو ما فيش شوكولاته المصنع هيقف. انا اول مره اصلا اشوف محل شوكولاته يعمل محل لنفسه. كان في المستشفى وحاطه موكو على الحيطه، هيليوم بالونز that are blown up كده، طبعا بعتنا لها بقى خطيره. نص لا، المحل. عايز تعرف الحقيقه فكرت فيها ازاي؟ بس من غير برودكت كويس انا مش هاجي تاني. طب محمود، احنا اشترينا المكن وجددنا المصنع وانت رحت بلجيكا، يلا بقى طلع الشوكولاته. ف so يعني you're our favorite chocolate at Blue Works. تبقى مشكله if I'm the only one I'm not the favorite. محلات القهوه مثلا، محلات البرجرز، كل ده كانت موضه. ليه ما مشيتش ورا الموضه؟ فده idea was I have to start big. ضيفنا النهارده هو محمود بركات، مؤسس موكو، البراند اللي قدم مفهوم جديد للشوكولاته الارتيزانال في مصر. رجع من دراسته في كندا وهو شايف ان ممكن يحول مصنع العيله القديم للحلويات لتجربه شوكولاته مختلفه. النتيجه كانت موكو. انا عامه لما بصيت على الباك جراوند بتاعك قبل ما وانا بحضر، كان من اغرب الباك جراوندز بالنسبه the business you ended up doing النهارده. اوكي. ايه اللي جاب البرايفت ايكويتي الشوكولاته؟ بص، الحقيقه يعني اما انا درست فاينانس في undergrad وفي MBA، وطول عمري كنت فاكر ان انا عايز follow in my father's footsteps في الانتربرينوريال path اللي هو خدها وفي الفاينانس كده. وبعدين ابتديت اشتغل وما كنتش لاقي نفسي خالص. فقعدت افكر طيب هنعمل ايه، هعمل ايه. يعني انا يعني درست لمده 6 سنين فما بين الام بي اي والاندر جراد. فقلت طب انا كده اكون ضيعت كل الوقت ده ان انا درست حاجه ان انا مش عايز اعملها وبس. وبعدين جدتي كانت عندها مصنع كان بيعمل حلويات بس كان محتاج حد يديره. فهي دي قصه البدايه، ازاي اتحركت من البرايفت اكويتي او من الفاينانس ان جنرال تو حته الاف ام بي. ده بعد ما انت بتقول اشتغلت 6 سنين فيها ولا درست 6 لا، سنين؟ درست 6 سنين. انا اصلا حصل لي سيميلر اكسبيرينس. اشتغلت في فاينانس 6 سنين وفي السنه الخامسه كده اخر سنتين كنت مش لاقي نفسي برضو خالص. ما انت لو قلبك مش في يعني مش انا حاببها على فكره، انا بحب الفاينانس شور. بس مش اشتغلها. ليه؟ بحب اتابعه يعني، ما اعرفش اخباره. حتى تلاقي حتى في الشغل هتلاقيني مور تورز انا عايز اموديل حاجه او عايز احط حاجه على اكسلايه اكتر عشان اعرف افهمها. بس لا I wanted to be more in the execution side not on the analysis side. شور. شغلانه دلوقتي فيها جزء اناليسيس برضو بس execution اكتر. هل ده اللي حصل لك؟ لا اعتقد انا الحاجه اللي حصلت لي هي حاجه مختلفه. انا ما كنتش عايز ديسك جوب. اوكي. كنت عايز a job that is more or a career that is more dynamic. I think that's one of the things that I find exciting about F&B. مش كل يوم في حته، كل يوم بعمل حاجه مختلفه. وكمان it's operational. I like the operational aspect of it. I like creating things. طبعا يعني بحب الارقام، بحب النمبرز. غير كده ما كنتش عملت درست فاينانس. صح. بس I like the operational aspect of it اوكي. a lot يعني. والشفت كان سهل لما قررت؟ مش بقى سهل قصدي كشغلانه، انت برضو ما انت عندك الشفت ناس في حياتك بتكونسلت قبل ما تاخد قرار زي ده. لا actually الشيفت ما كانش سهل. انا غير الشيفت كان صعب. اقول لك ليه. الشيفت مش عشان كان شيفت ما بين اندستري دي لاندستري دي. الشيفت كان انا برضو درست لمده 6 سنين واشتغلت مثلا لمده سنتين. انا I was used to more الدراسه اكتر. when I became بزنس اونر، لا انت بتعمل كل حاجه بقى. لا بس كان فيها في الاول كنت بصحى طب هعمل ايه النهارده، طب ايه التاسك، مفيش حد بيقول لي اعمل ايه. that is the part that got a lot of getting used to until I realized I'm the maker of my own destiny. خلاص مفيش حد هيقول لك تعمل ايه. انت ممكن تاخد ادفايس من الناس، وطبعا باخد ادفايس كتير من ناس كتيره في حياتي. بس في الاخر انت اللي بتقرر انت هتسوق ازاي، هتروح في انهي طريق. طب وخدتك قد ايه بقى عشان تتعود على لا خدتني وقت طويل شويه. once you get into the business and you become part of the business and you really you really focus on it, خلاص it starts becoming natural. I have to do this, I have to do this, we have to grow this part of the business, we have to look at this, we have to introduce new products, we have to open new locations, we have to يعني do training يعني. it just becomes second nature كده. طب انت ايه اللي خلاك تقرر ان الشوكولاته is the right
business to start. انا عارف ان انت عندك history في العيله ان جدتك كان عندها. صح. بس انا قصدي خليني اسالها لك كمان من بره. انت حتى الشوكولاته لما دخلت المجال انت ما دخلتش المجال زي البراندز التقليديه اللي هو الشوكولاته اللي هي الهدايا شوكو شوكولا والكلام ده كله. انت قررت تروح ريتيل. قررت انا اول مره اصلا اشوف محل شوكولاته يعمل محل لنفسه. دي نفسها دي ما لوحدها هي في مصر قصدي يعني زي جود ايفا وكده. it's بس the قصدي chicken or the egg. ما انت هي فكرت فيها ازاي؟ basically we wanted to have a supermarket brand, but then we said if we put our brand in supermarkets, no one will know what it is. So we have to create a shop so people come to the shop so they know what the brand is in the supermarket. فتوزع يعني هو براندنج ستانت في الاول او انيشيتيف في الاول ان انا عايز لا هو مش branding initiative, هو it's actually the chicken or the egg. You want to do this but you also want to do this and you want people to know you. So what do you do first? We decided that the shop, the retail comes first before being in the supermarkets and the modern trade and the online stores. We decided that came first. اوكي. بس انت سألتني ازاي دخلت في الشوكولاتة. اشمعنى شوكولاته؟ اشمعنى يعني الشوكولاتة؟ لقيت ايه في كان الماركت؟ في جاب في السوق. اوكي يعني there are the Lints and the Godivas of the world صح. that that will always be in the market and that have a place in the market, but realize that there was no Egyptian brand that really took artisanal high-end chocolate and did it properly. فبس عملنا دراسة وطلع ان في فعلا جاب في السوق وجاب في السوق لشوكولاتة that is not for occasion based. اوكي اوكي that is انا عايز شوكولاتة مش هدايا في آخر مش يوم، عزومه مش هدية آه. بالظبط. وفي اخر يوم الشوكولاتة دي انت ممكن تاكلها اي يوم في الاسبوع في اي وقت في اليوم. it's not it doesn't have to be an occasion. اوكي فبس that's what the brand that we set out to create, that was what it was based on. بس انت بدأت البيزنس في وقت صعب قوي. ايه بصراحة الفكره برضو؟ يعني اقول لك حاجة، مارس 2020. لا ما هي كان في هقول لك اكتوبر 2019 اول مرة رحت ايطاليا اشتري المكن. اكتوبر 2019 بس، وبعدين ابتدينا واشترينا المكن، وطبعا مارس 2020 كان اوريدي في انفستمنت اتعمل كان قبل في انفستمنت، قبل ما كان في المحلات تقفل. فكره، وكان في عقد ممضي في اركان، وكان في كل حاجه. وطبعا كل ده اتاجل لمده سنه ونص. يا والمكن موجود سنه ونص. الباك اند موجود والمرتبات في المصنع بتدفع وكل حاجه. بس الحمد لله عدت يعني. طب وانت كنت حاسس انك هتعرف انت دخلت على بيزنس مختلف تماما من ناحيه ان هو في جزء تجزئه او ريتيل وفي جزء تصنيع. صح. عرفت ازاي تظبط حته التصنيع وخدتك قد ايه؟ اتعلمتها منين اصلا؟ اوكي اتعلمتها من فين؟ هو بص انا I really believe in the idea that for you to do anything well انت لازم تبقى فاهم الصنعه، ولازم تبقى عشان ما فيش حد يضحك عليك، ما فيش حد صنايعي يجي يقول لك لا ما تتعملش، او نستعمل الخامه دي بدل الخامه دي، او طعمها كويس او طعمها وحش. انت لازم تبقى فاهمها بنفسك. انا بشوف نفسي ان انا عندي باليت كويس وبعرف ادوق حاجات كويسه. فبس خدت نفسي على بلجيكا ورحت خدت كورس ورحت اتعلمت ازاي اعمل الشوكولاته، ازاي تتعمل الانجريدينتس ايه والريسبيز ايه وكده. طبعا رجعت بقى من بلجيكا وعيلتي بقى قالوا لي طب محمود احنا اشترينا المكن وجددنا المصنع وانت رحت بلجيكا، يلا بقى طلع الشوكولاته. هو كان مصنع ايه اصلا؟ هو كان مصنع بيعمل عيش وبيعمل حلويات مولد وبيعمل كحك وكده. اوكي بس يعني هو كان مصنع محتاج له شغل كتير ان هو يوصل لمكان that I would be proud of ان انا اطلع منه منتجات. Okay. It was run down, it was old, but it needed a lot of investment and a lot of thought about how to make it into a place that will actually make quality products. اوكي فرحت زي ما بقول لك، رحت ايطاليا اشترينا المكن، رحت بلجيكا اتعلمت ازاي اعمل شوكولاته، رحت ايطاليا اتعلمت ازاي اعمل جيلاتو. وبعدين بس عيلتي بقى قالت لي طب يلا طلع الشوكولاته. فلاحظت ان لا ده محتاجين العمال بقى في المصنع، لازم ندربهم ولازم نعلمهم وكده. في الاول عملت ده بنفسك طبعا؟ سوري انت في الاول عملت ده بنفسك؟ لا ما عرفتش. فبس جبنا consultants من بره و that's when the project really took off and really يعني shifted into a high صح. gear.
وعملنا recipes that were unique to us that we thought that would be different in the market. طبعا يعني حاجات بالحلاوة، حاجات صح. بالحلاوة شعر، حاجات بالطحينة كده يعني. فبس that's how it started. And really I'm grateful for the people that I work with, the consultants I work with, because um, they're really one of the reasons why we have good success in the business. مم. Because سيبك من recipes وكل ده، هم عرفوا ان هو يجوا مصر يعلموا الناس الشيفات وكده اللي موجودين عندي what's proper hygiene, how do ingredients work together, how to properly take care and store ingredients and products. خلي بالك الشوكولاتة دي if the temperature is off you're not gonna have a good product. If the humidity is off you're not gonna have a good product. يعني it's a really delicate product. ف برافو عليهم ان هم عرفوا يعلموا الناس عندي في المصنع كل الحاجات دي. طب وانت البرودكت الاولاني اللي بدأت بيه، اول حاجة خالص بدأت بيها كانت ايه؟ اول حاجة بدأت بيها هو كان يعني قبل المصنع يتجدد بقى وقبل كل ده، كان مصنع بيعمل عيش وحلويات المولد و كحك اوكي. بس. وبعدين hired a chef كده، ده كان خبير شوية في الشوكولاتة وبيفهم شوية في الشوكولاتة بس. فعمل لنا برودكت ودي كانت لسه في يعني عمل لنا برودكت that was حلاوة شعر مم. وفستق وبس. وبعدين خدناها بالاولد براند نيم اللي هو كان اسمه مارينجو وحطيناها في جورميه اوكي. و it worked very well without any marketing. We actually made 3 products. عملنا حلاوة ده شعر قبل ما جدد بالفستق المصنع ولا ده بعد؟ قبل ما نجدد المصنع. طب يعني انت الانفستمنت كوست اللي اتحط في المصنع كان بعد تجربة. طبعا بعد تجربة وبعد دراسة وبعد حاجات كتيرة. خلي بالك I was being very resourceful at the time. رحت للإي بي ار دي، خدت منهم project grant عشان نعمل الدراسة وكده يعني. حلو. فكان فيها تفكير يعني، مفيش ايوه خلي بالك كل حاجة لازم تتحسب. صح. انت ايه بقى البرودكتس اللي نجحت في الاول؟ شوكولاتة بالحلاوة الشعر والفستق، شوكولاتة بالنوجا واللوز، وشوكولاتة باللوتس. We actually have these 3 products. We still make them with the original recipe، ما غيرناش حاجة فيها، بس حطيناهم في جورميه. شفنا ان وانت في كنت عايز تختلف، كنت عايز تعمل فليفرز مختلفة. كنت عايز اعمل فليفرز مختلفة. بص اما رحت بلجيكا اعمل ال التيستينج بتاعي او سوري التريننج بتاعي، رحت مكان هناك اسمه ذا هاي لاين افتكر. في بقى محل شوكولاته تخشه بقى، طبعا ده عمره ما كان هيشتغل في مصر، بس فتحت لي دماغي للافكار. شوكولاته بالتوباكو وشوكولاته مش فاكر كان ايه، يوزو جرين ابل. عارف افكار كده اللي هي تقول لك طب او انت تفكر تقول how can this taste ازاي good اصلا؟ يعني. يعني بس حقيقة الشوكولاته اللي اه بالتوباكو دي ما كانتش حلوه يعني بس فكره يعني فاهم. اه. فبس فتحت لي دماغي ان الناس دي في اوروبا they doing it differently بقى with crazy packaging and crazy flavors بس. طب وامتى حسيت وانتوا لسه بتجربوا باسم ميرينجو في الاول لان لا I have a opportunity؟ لا هو خلي بالك لغايه اول سنه ونص انا كنت لسه خايف ومش عارف الفكره بتاعتي هتنجح ولا لا وكده يعني. هل في opportunity في السوق؟ في vision هنطبق ال opportunities دي ازاي او how we're gonna attack this opportunity. sure. هل الناس هتتقبل فكرتك وهتشتري المنتج بتاعك وهيعجبهم البراند بتاعك وتفكيرك؟ دي مش في ايدك. مم. فانت ممكن تدرس زي ما انت عايز وممكن تبلان زي ما انت عايز، بس في حته كده يعني luck يعني مش عارف اقولها ازاي. it's luck يعني you need to be lucky also. لا ده اكيد. بس انت يعني انت بالنسبه لي مثلا، انا بتخيل لو انت جيت في pitch this idea مثلا let's say if I'm an investor وجاي تقول لي في 2019 انا هبدا محل شوكولاته زي اللي بتشوفهم في اوروبا، هقول لك مش حاسس انها هتنجح في مصر، او واي نوت الطريق الطبيعي تبدا ريتيل، وبعدين لو احتجت او اكشلي ممكن اصلا ما تبداش ريتيل، بيع اونلاين وبيع في جورميه وكده والدنيا هتمشي واكشلي ده كفايه. ايه اللي خلاك الكونفكشن بقى اللي جالك ده؟ بص هقول جالك منين؟ اول حاجه عيلتي، ده رقم واحد بصراحه. والدي وعمتي يعني they supported me throughout the whole process، وهم اللي قالوا لي جرب وشوف يعني
فاهم what's the worst that's gonna happen you're gonna fail خلاص مفيش مشكلة يعني كل حد بيفشل يعني no one's successful 100% of the time فهم اللي زقوني وهم they were my support system وهم ال financial backing وكل حاجة فده كان push جامد قوي if two people that I see as really strong role models in my life that I really respect بيقولوا لي خش واعمل ودوس واحنا وراك ده كان مهم قوي بالنسبة لي. تاني حاجة أنا يعني لمدة أول سنة ونص أنا معرفش هل الناس متقبلة الفكرة هل مش متقبلين بس وكنت عايز اعمل حاجه مختلفه. ممكن ارجع لسؤال انت قلته قبل كده عشان انا افتكرت بس الاجابه بتاعته او افتكرت كنت عايز اقول ايه. انت قلت لي ليه ابتديت بالريتيل او ابتديت صح. بالشوبس في اخر اليوم انا كان عندي مصنع وكان عندي عدد عمال وعندي ادمن ورا وكل ده اوفر هيدز لازم you have to cover them somehow. فthe idea was I have to start big. If I start small بتقولي online وكده مع كامل احترامي there's nothing wrong with online بس how many bars am I gonna sell or how many chocolates am I gonna sell it could go viral and you could sell a lot but I think the for us the better path to creating enough money to sustain the overheads of the factory وكده was to put some capital in build a shop and have a physical location that everyone can see and كده it was like a go big or go home kind of strategy. وخلاص لو المحل ده فشل او ما اشتغلش خلاص هنبتدي نفكر في حاجة تانية ونشوف هنعمل ايه بقى. طب وانت كان عندك كلاينتيل معين في دماغك وانت بتبدأ وهل الكلاينتيل ده هو فعلا اللي جالك ولا جالك ناس تانية؟ بص we wanted to create a quality product and we wanted to create high-end chocolate but the idea was to make it accessible for everyone. طبعا لما احنا ابتدينا قطعة الشوكولاتة احنا we pioneered by the way the فكرة هنا في مصر ان احنا نبيع بالقطعة مش بالكيلو والتفكير وراها ده ان احنا اي مكان تاني بتخشه هيقول لك عايز ربع كيلو فذات already has a minimum price tag فاهم او 100 جرام that has a minimum price مش تقول له عايز قطعة واحدة. فالقطعة في وقتها في سبتمبر 2021 كانت ب 15 جنيه ف it was a very attainable number for somebody that wants to go into the shop and buy something. ف we didn't have a certain clientele in mind. We wanted to be relatively accessible to everyone. And I think we were able to achieve that. At the beginning I wanted to target الصغيرين بس اللي جالي هو الايدج جروب الاكبر عشان بيفهموا في الشوكولاته وكده وبعدين we shifted او مش we shifted we played around with the business model until we found a business model that works for all age ranges. لعبنا شويه في البراندنج we made it more fun ده جاب شويه من الجنزي حاجات كده we made more interesting products that could be more desserts مثلا waffles French toast حاجات اللي بقى تجيب السن الأصغر شوية بس طب ما تشرح لنا كده ماركت الشوكولاتة في مصر لو أنا انفستر من بره وعايز أبص عليه هو متقسم إزاي؟ بص خلينا نتفق ان ماركت الشوكولاته في اخر 4 سنين اتغير جدا. اما انا ابتديت زي ما قلت لك كده كان في الجودايفاز والدلينتس وكده of the world that aren't going anywhere and there was a very clear line between the local brands and the international brands. If someone wanted to buy really good quality chocolate they go to the international brands. طبعا في اخر 4 سنين السوق which is great for us has developed into having a lot of local players that are also making chocolate at a very high quality. It's created in my opinion for the consumer the idea and the belief that لا في شوكولاتة كويسة في مصر by local players و price doesn't have to be the deciding factor anymore. يعني انت مع ان اصلا ساعتها الاسعار ضربت يعني انت المفروض لو بتتكلم في حته بس ده اكشلي حاسه باين في اي كونسيومر يعني في اغلب الاكل ان جنرال الفتره اللي فاتت حتى بص على مثلا اسعار كوبايه القهوه او البرجرز والكلام ده كله والديماند لسه موجود فالتست ده احنا عدينا بيه والناس كانت فاكره ان احنا الموضوع هيقع بس لا هو حتى مع زياده الاسعار حاسس في حاجات مسكت نفسها. طبعا لما الاسعار زادت البيزنس السيلز نزلت بس then you reach the new normal the new
صح خلاص everyone gets used to the صح prices. والمرتبات بتادجست والانكمز بالظبط everything adjusts and it takes time وخلاص. انا اول مره رحت موكو كان فرع ديبلو. اوكي كنت رحت جبت ما جبتش شوكولاته، جبت لابني ايس كريم اللي هو بالدب بالديب yeah. But بالظبط. this was one of our like هيتس hits. It's one of our things that we played on the younger كانت generation. حلوه قوي بصراحه. حلو. هو الديزاين اصلا بتاع الستور عشان كده اللي بسالك على الكلاينتيل اللي جه في دماغي، بحس الديزاين بتاع الستور والباكجينج. بص it's a full experience. اوكي انت في الاخر انت جاي تشتري premium product. You want a good product. You want good service. And you want you just want to go when you're spending your money to feel that this added something to your life or you made you happy in some way or you feel satisfied كده. فانت ركزت قوي في حته البراندنج دي برضه. ما هي كلها هي كلها يعني it all connects to each other. انت باي ذا انت بتشتري بعينيك قبل ما بتدوق، فالبراندنج اول حاجه بتشوفها. it's very important to have nice branding وكده but it's also very important to كمل التشين كلها. صح. يبقى عندك منتج كويس، يبقى عندك سيرفيس هايل. انا البراندنج لو بحس المحل شكله بيحطني في برايس رينج معين، فببقى عارف انا هدفع قد ايه تقريبا، بس من غير برودكت كويس انا مش هاجي تاني. it's all about product. فهاجي مره مش هاجي تاني. بالظبط it's all about product. صح. you always start with the product. عشان كده انت سألتني في الاول انت ابتديت ازاي، قلت لك رحت بلجيكا وتعلمت ازاي اعمل البرودكت، وده كان اول حاجه عملتها. you always start with the product. وانت اغلب السيلز عامه دلوقتي from your own stores ولا اونلاين ولا؟ لا بص it's between يعني هقول لك احنا عندنا 4 عواميد اساسيه في الشغل بتاعنا. الريتيل ستورز بتاعتنا، الموكو ستورز، المودرن تريد والسوبر ماركت، وايت ليبلينج، and we also do a lot of business with hotels with the HoReCa sector. اوكي. فدول 4 عواميد الاساسيه. متقسمين ازاي؟ هنقول 50% of my sales is from my shops. اوكي ده بي تو سي عادي. B2C عادي. 30% is through supermarkets. اوكي. and 15% is HoReCa and the white labeling is like 5%. اوكي. وشايف اصلا اكتر حاجه فيها جروث، انا حاسس البي تو بي ده فيه جروث جامد ولا ايه؟ الهوريكا عامه Huge. صح؟ Huge. بالذات with the resurgence of the tourism sector في مصر. صح. We're in many bars of so many hotels, which we're very proud of. We help them do their buffets and banquets sometimes when they need gifts for their clients. We're in some hotels as the welcome chocolate in the when you enter your room. This part of the business has grown tremendously يعني and we're very يعني happy about it. We're very excited about it. وطبعا افتتاح متحف اول امبارح ده hopefully يساعد اكتر في الموضوع ده. انا كنتش عارف ان عندكم بي تو بي سايد اكشلي، يعني كنت فاكر البي تو سي براند بس. ما هي برضو بترجع للتشيكن اور ذا ايج. احنا لما ابتدينا الريتيل الناس ابتدت تعرفنا، لما الناس ابتدت تعرفنا لاحظنا ان هو في opportunity that we can capitalize on ان احنا نروح بقى للحته البي تو بي دي نلعب عليها، ما احنا بقينا معروفين. صح. فبس فهي جت كده يعني. طب حلو. طب how did the name come about؟ the name بص انا اسمي محمود، مامتي اسمها منى، عمتي اسمها منى، شركة والدي وجدي كان اسمها ميراكو. الشركة القديمة اللي انا يعني كان اسمها مارينجو. فبس my dad told me we always had good luck with names that start with M. وموكو تشوكو. اوكي. بس يعني هي جت كده يعني يعني قعدنا نفكر كتير. خلي بالك في موضوع الاسم ده كان في بقى في وقت كورونا ده كنت قاعد في البيت وبيبعتوا لي presentations ونشوف بقى اسم ومش عارف ايه. وبعدين انا صحيت من النوم يوم كنت بقرا كتاب شو دوج في النايت and it just hit me موكو تشوكو خلاص. انا بحب الكتاب ده قوي، قريته مرتين مثلا. لا ده الكتاب ده هايل. It's great. طب وانت when you look back كده على ال3 سنين اللي فاتت، كان ايه اكبر تشالنج او did you have any near death experiences في الفترة اللي فاتت، ولا كان challenges كبيرة معينة تيجي في دماغك؟ الدولار، السبلاي تشين اللي حصلت. it was 100% the biggest challenge was the supply chain. الكاكاو بيتصنع او they harvest the cocoa في غانا وكوت ديفوار. اوكي.
بيروح من غانا لكوت ديفوار على بقى اوروبا في المصانع هناك، بلجيوم، سويسرلاند، فرانس، وات ايفر. وبعدين احنا وي باي. اوكي، بتشتري شوكولاته خام. فبشتري شوكولاته خام، وبعدين we have our process بقى. There's a process called tempering where you have to heat and cool the chocolate so that the crystal structure inside the chocolate itself becomes formed in a special way so that the chocolate is shiny, it breaks nicely, it has a good mouth feel. And then we do the fillings وكده. And whatever else the value add we do عندنا في المصنع. بس we get الشوكولاتة خام. بس فجالنا فترة امتى؟ من سنتين صح؟ March 2023 February March January currency crisis. انا خلي بالك انا المصنع عندي لو ما فيش شوكولاتة المصنع هيقف. When I have now we're what November 2025 I have 150 employees. Maybe at the time I had 100 employees. فموضوع ان ما فيش شوكولاتة ده مش هزار. فطبعا موضوع الفاير فايتنج بتاع السبلاي تشين ايشوز في الفتره دي كان صعب جدا. والاسعار كل حاجه طايره يوم عن يوم. everything's مش flying. عارف تبروجكت اي حاجه. مش عارف تبروجكت، مش عارف تجيب الخامات، مش عارف مره الطن بكذا مره بكذا، فانت الاسعار بتختلف بالظبط. مش عارف تستورد ومش عايز to pass on the costs بتاعت الكونسيومر. ما انت برضو انت مش شطاره ان كل يوم كونسيومر يخش لك المحل اسبوع عن اسبوع الشوكولاته تغلى 10% وكده. انت you have to absorb. فبس كانت فتره صعبه، المارجنز اتضغطت، الخامات مش موجوده. ف it was difficult طبعا. and it opened my eyes to طيب what is the sustainability of this business. انت لو قاعد يحصل لك كده كل سنه انت مش هتعرف تكبر. ف it really opened my eyes to the fragility of the business، وازاي في حاجات كتيره قوي مش في الكنترول بتاعك ممكن تاثر فيك جامد قوي. بس how you deal with these things and how you هنقول firefight is really the deciding factor of where you end up. ايه اللي يعني لو looking back ايه اللي خلاك تعدي الفتره دي تحس؟ بص هرجع برضو للسبورت من عيلتي. اوكي بابايا قال لي بقول لك ايه، احنا عدينا من الموضوع ده كتير في التسعينات ومش عارف ايه، هتعدي. فدات was an important reassuring fact in the back of my head ان ده حصل قبل كده وعدينا من الموضوع ده قبل كده وهتعدي. what really helped في وقتها was your relationship with your suppliers. طبعا السبلايرز لو عندهم limited صح goods او quantity هيدوا ال best customers او their most loyal customers first. ف that's something that really helped برضو. وانت كان عندك بتتكلم عن الناس اللي بره اللي كنت بتستورد منهم الناس اللي بره اللوكال distributors كل حاجه. ف supply chain management is extremely important. وانت بالنسبه لك تحب وايت ولا سوري ميلك ولا دارك شوكليت؟ بحب الميلك شوكليت. انا ما بحبش الدارك قوي برضه. فرح بتحبها جدا. لا انا احب الدارك شوكليت. انا بحب كل انواع الشوكليت بصراحه. انا بحبهم كلهم برضه بس بحب ميلك اكتر. ايه الانجريدينت او ايه الانجريدينتس اللي بتفرق قوي في الشوكولاته؟ how it's made بصراحه. if it's made with love and with care, I know it's such a generic thing to say but it really makes a difference. Attention to detail, attention to what the recipe is it really makes a difference. مش هقدر اقول لك هي حاجه واحده اللي بتفرق بس زي كل حاجه في البيزنس ده it's a group of things that together create good quality. one interesting thing for me ان انت جاي من كنت في corporates قبل ما تبدأ الشركة وبعدين فتحت شركة وبتتعامل مع كاليبرز مختلفة in general طبعا من الفاينانس وورلد. ف how did you view ال HR وال company culture side في النقلة دي ان انت عايز تفتح بيزنس جديد وعايز الكالتشر فيه تمشي بشكل معين؟ فازاي عرفت تبني تيم معين او فريق عمل اللي هو يقدر يساعدك تعمل ده وانت جاي من بره الاندستري خالص؟ بص كانت صعبة. I started working with a new group of people. It was very difficult to ان انا اوصل لهم طريقة تفكيري انا عايز اوصل لايه، بالذات في حتة الفاينانس وبالذات في ال HR وفي ال company culture. We were coming from two different worlds. It was a learning curve for me and for them. مين كان اول هاير عينته في الشركه الجديده؟ شيف. انا قلت لك product comes first.
شيف طبعا و- هيد شيف. عرفت منين انه كويس؟ جبته منين اصلا وعرفت منين إنه عرفت كويس؟ منه ان هو كويس. بص، اما بتقعد مع ناس في حته ال HR دي it's a very overlooked part of your business, but it's so incredibly a lot of people overlook it. It's such an incredibly important part because at the end of the day, without your people, you're nothing. Okay, and I wouldn't be here or I wouldn't have achieved 10% من اللي انا achieved من غير الناس اللي معايا اللي في التيم اللي that bring my vision to life. Okay, نرجع للسؤال اللي على ورا. ازاي عرفت ان هو كان كويس؟ بس اول هاير ده انا فاكر احنا اول هاير بالنسبه لنا او اول هاير في كل ديبارتمنت بحسه بيشيب الديبارتمنت، ده اكيد. ولازم يبقى ليه مواصفات معينه. هقول لك he came from a hotel background which is I thought it was similar or I know it's similar to me. جاي من فاينانس في شركة، هو برضه اوتيل، برضه الاوتيل ده مدرسة. صح. and he did a test for me. انا لازم ادوق طبعا. he did a test. انا whenever I test people بالذات في الكيتشن I tell them make your specialty product whatever. مش بقول لهم يعملوا ايه. المنتج طلع كويس وكان راجل يعني هو لسه شغال معايا يعني still the head chef وبحترمه جدا. محترم وعارف هو بيتكلم في ايه وصغير وامبيشس. فبس هي برضو كل الحاجات دي مع بعض هي اللي خلتني ان انا اعينه. بس that's not to say ان انا مفيش ناس كتيرة قوي في التانية في الطريق جربنا بعض وما عرفناش وكده. it's a learning process. يا اكيد عملت باد هايرز. اكيد ده اكيد. بس اهم حاجه الواحد يعرف بسرعه دي اهم ويصلح حاجه. الغلطه. بص الباد هايرز للاسف في الاول عشان انا كنت لسه بتعلم how to run a business فضلت معاهم فتره طويله جدا. كنت عارف من نفسي من جوه ان هم مش هيعرفوا يكملوا معايا بس ما كنتش باخد القرار. دلوقتي بقيت عارف الباد هاير على طول. I can يعني it's an instinct كده that just comes you can see it. صح. فاهم؟ صح. طب what makes a good hire بالنسبه لك؟ willingness to learn, willingness to adapt, and يعني I think those are the two important things actually, most important things. انا بالنسبه لي هاي اونرشيب، الحاجه اللي مش هعرف اعلمها لك. اي حاجه تانية مني هعرف اعلمها لك يعني unless يعني مش تبقى دكتور يعني. بس قصدي لو عندك هاي اونرشيب I think اي حاجه تانية تتحل. What do you mean by high ownership? ان انت ان انت بتخاف قوي على شغلك الشخصي والاوتبوت بتاعك وبتغير أكيد. عليه قوي، فانت بتدي 120%. أكيد. هي دي I think you touched on a point that's very very important بالنسبة لي. هي I like people that are meticulous. I like if we are in a very detail oriented business. صح. ما بين كل حاجة، ما بين المنتج نفسه للباكجينج للأرقام and how we translate and analyze our data. ف being meticulous and being detail oriented is extremely important. صح. انت خلي بالك انت لو الشوكولاتة دي في ريسبيز بتقول لك 6 جرام فانيليا، اوكي لو حطيت 7 جرام الريسبي باظ. لو زودت سكر شوية، لو عملتها بالعين كده باظت. ف I think people that are successful in my line of work are people that are detail oriented, meticulous, and follow the recipe. Whatever بقى, if we're talking about the recipe of the chocolate, if we're talking about the finance recipe, whatever the recipe is, follow the recipe. انت معنى كده انك بتهتم قوي بالاونبوردنج أكيد. of new hires. أكيد. I'm involved in almost all the onboarding. I personally interview almost everybody. كنت اسالك do you interview everyone؟ Yes, of course. And I interview anyone that I will personally interact with that's Like- under my direct leadership. I will interview chefs, store managers, costing, finance, HR, supply chain, you name it. I will interview. Okay. Makes sense. And I think على الأقل يعني the first 150 hires محتاج تقابلهم واحد واحد، حتى لو مش هيشتغل معاك، حتى لو بعيد عنك يعني. ده أكيد. بس خلي بالك there is a leader, there is a hierarchy. There's people that I need to trust my people to interview them. صح. يعني الشيفs اللي شغالة تحت my head chef, I want to say 90% of them I'm the one that personally hired, but there's 10% when we started growing and we were getting to the
bottom, not the bottom يعني في ال hierarchy he's the one that made the decisions and I find it very important to give um, that authority to people. انت اللي هتبقى شغال معاه فانت اللي تقرر هل الشخص ده كويس للتيم بتاعك ولا مش كويس للتيم بتاعك. ده مش قراري انا في الاخر ان انا اللي انا بحكم عليه او اللي انا اقدر ان انا جادج عليه هو الاوتبوت بتاع التيم بتاعك. انا مش هتدخل في التيم بتاعك جواه مين ولا ايه اللي بيحصل جواه. فانت بتequip او بتempower الناس دي انها تعرف I empower them, I give them the tools to succeed وبس. Okay. Do you see Moko competing internationally? ده اكيد. it's not a question of if, it's question of when ان شاء الله. We get so many requests to franchise outside of Egypt but it's not something I want to do right now because زي ما بقول لك كده quality and product is number one and I don't want to give anyone control over that صح. I want to be responsible for it. بس definitely in the plans و hopefully soon يعني. عندك milestones معينة عايز تحققها هنا الأول؟ I want to double the number of stores I have right now Okay. in the next 2 years وبعدين حلها الحلال في بقى بلد معينة عايز فوقتيها. تروحها ولا؟ في بلاد معينة عايز بس اروحها. competition بره مش بس بتنافس البلد، البلاد اللي عندها الموضوع مفتوح أكتر هما بيimportوا الدنيا أسهل بكتير والأسعار أحسن. اكيد فcompetition تبقى أعلى. اكيد. ف بص I've thought about it a lot. I don't have a concrete direction yet. بس it needs لازم تدرس تاني من اول وجديد يعني. لازم ارجع اللي انا عملته في موكو صح. من 6 سنين ولا 5 سنين 6-7 سنين دلوقتي لازم ارجع اعمله في الدول التانية when it's gonna be much more difficult. خلي بالك انا هنا في مصر عندي ناس اعرفها وعندي عندي I have a good base ان انا ابتدي منه. صح. وانت عايز تروح هناك بنفس الموديل انا بصنع على نفسي I think so. عشان تكنترول I think so. value chain كلها. طبعا هيبقى في اختلافات بالبيزنس موديل. You have to adapt any business to the country you're in and the customs and traditions وكل ده يعني even though it is the Middle East في اختلافات بس لسه يعني ما وصلتش للمرحلة دي لسه يعني بس we wanna get there إن شاء الله. I have a question. When you're comparing اللي هو الجاب اللي كانت موجودة في الماركت the local and then the high-end chocolate اللي هو the Godivas, صح. your brand the look and feel is very different. You want to create a similar product but your brand DNA is very different. جاب منين this like younger you have to be differentiated. أول حاجة أنت مش معانا في الانترفيو ليه؟ أنت المفروض تبقي قاعدة جنبي it's about being different. Honestly يعني if I had went and created a product that was similar in quality to the Godivas, the Lints of the world and copied their packaging or copied their branding, why would anyone buy me? If it was only based on price ممكن. But في آخر اليوم I wanted to create something unique. I wanted to create something that was a truly Egyptian brand. Okay. بس يعني هي دي الفكرة. The experience, the whole experience. I don't know. Have you seen our packaging? We يعني no on our new packaging we have. هوريكم حاجة بعد الانترفيو بتاعنا. We have some really new. We have a new box that we're gonna start selling next week called Treasures of Egypt. It's honestly stunning. It highlights all that Egypt has to offer and it's made for tourists and it's an advent calendar box. It's really يعني I can't explain it on camera but it's actually amazing. We released last year our pyramids box. I don't know if you've seen it. It opens like this and في pharaohs بيطلعوا أهرامات بيطلعوا بالورق كده. It's and something like that. خلي بالك it took me a year to make that box. فبس we wanted to create an Egyptian brand that was differentiated but had international standards in quality. That was the idea. انتوا اصلا في seasonality في الشوكولاته طبعا في مصر؟ طبعا. ايه موسم الشوكولاته في الشتاء. اوكي. بس في الصيف بنعوضها ان احنا بنبيع ايس كريم وجيلاتو وبيستريز وحاجات ودرينكس وكده يعني. يعني بتحس الناس في مصر بتشتري سيبك ان بره في كريسماس وقصه بس قصدي هنا الناس بتشتري شوكولاته اكتر من اول شهر 11 يعني. اوكي.
يعني اول ما الجو بره برد. السنه كده تلاقي الناس عايزة تاكل تلاقي شوكولاتة الناس عايزه تاكل شوكولاته، وكاكاو ومش عارف ايه وهوت هوت شوكليت شوكليت بقى ونعمل بالظبط. ايوه ايوه صح. فعايزين الجو برد بقى بسرعه كده عشان الدنيا تبتدي. I think you're the only chocolate shop يعني we have so يعني you're our favorite chocolate at Blueworks فلو فلو تقول تبقى لنا مشكله if I'm the only one I'm not the favorite. احنا بدأنا نشتغل مع بعض I think بقالنا داخلين على سنة حاجة كده. داخلين على سنه How do you بالظبط. think Blueworks helped you? In so many ways. بص Blueworks gave me structure and it gave me visibility and it gave me time to stop focusing on menial tasks that were time consuming على الفاضي. صح. It gave me structure in terms of الناس في الفروع دلوقتي ممكن يشوفوا when their time off is easily, they can request time off easily, they can see their I can open and see الجدول. قبل كده بقى كنت ابعت للمدير الاتش ار هو مدير الفرع موجود ولا لا، ممكن تبعت لي جدول المحل. انا دلوقتي I have access to all of that. It helped so much in automating the process of موضوع المرتبات في اخر الشهر. اوكي، في اخر اليوم انت بيطلع لك الموظف ده جه من الساعه this hour to this hour وبيقعد يحسب كل حاجه، في الدنيا سهله جدا. The other thing that it really surprised me in this week actually or a couple of weeks ago طلع القانون بتاع الحد الادنى للاجور اللي هو 7000 جنيه، وكنا في ambiguity شويه في القانون نفسه. هتحسبها ازاي، حصه العامل في حصه الشركه في التامينات، كل الحاجات دي. really Blueworks gave us a really quick solid answer on how it should be calculated. لا it's great, we're very happy and it's allowed us to really focus more on what's important, which is our core business needs, and not to devote time to things that we don't have to devote time to. تعرف الفكره بتاعت الكالكوليتر ده او وات ايفر، كانت لنا كنا قاعدين في ميتنج مره مع واحد فكان بيديبيت او بيتكلم معانا حسبه الضرايب وعايز اتاكد انها مظبوطه وبتاع، فلقيناه بعد ما السيستم حسب الضرايب لقيناه فتح كده ويب سايت، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي في ويب سايت كده معمول بتحسب عليه الضرايب صح. والتامينات. انا كنتش عارف ان ده كان يعني موجود غير ده من زمان 3 سنين يعني. فقلت ايه ده، طب احنا ما بنعملش الكالكوليتر ده عندنا ليه؟ تو بي ذا اوفيشال كالكوليتر بدل ما الناس بتفتح على ويب سايت. بص هقول لك ليه. انت مش عارف من سنه ولا حاجه انت ممكن تروح فاينانس مانجر بتاعك، وممكن تروح للاتش ار مانجر بتاعك، وممكن تروح للمكتب بتاع الضرايب بتاعك، كل واحد ليه حسبه. اوكي، كل واحد ليه فكره وكل واحد ليه حسبه وكل واحد بيقرا القانون بطريقته معين. فبس it really reduced the ambiguity which was very important يعني. صح. تعرف احنا بنتعامل مع بيزنسز كتير في in the same age او phase من ناحيه البيزنس بقاله قد ايه زيك، وحتى عدد الامبلويز، بس مش كل البيزنس اونرز بتبقى ايديهم في كل حته في الشغل. يعني في بيزنس اونرز كتير قوي كان بيبقى تركيزه اكتر في احنا بعنا بكام، الانفنتوري عامل ازاي، الكوست، فهو مركز بس في اللي هو بالنسبه له الحاجات دي مهمه. مش كل الناس شايفه اهميه الاتش ار از ا ديبارتمنت واهميه السيستمز او ديجيتايزنج اتش ار. ده اكيد. بص هقول لك حاجه، انا في ماي بزنس، واكيد كل بزنس ليه كوست ستراكشر بتاعه، بس في ماي بزنس الكوست ستراكشر في الرو ماتيريالز والباكجينج بيجست كوست، وبعدين تاني حاجه العماله على طول. صح. اوكي، ف having a good grip on your HR department and your new hires and how many people are working in your shops and all of these things which Blueworks encompasses is extremely important. يعني بالنسبة لي أنا it was a really يعني onboarding Blueworks was of a really high priority عشان it's an important part of my business. And what was the other option before? The other option before was بصمة ومش بصمة وكده بقى، ونسيت النهاردة ومش نسيت النهاردة، واكسل وخد بقى وترجم ومش عارف ايه، واروح اسحب الفلاشة من الفرع ده، واروح مش انا ما كانش عندي وقت الشهر ده اروح الساحل عشان اسحب الفلاشة، فخدنا ارقام مدير المحل قال لنا مين جاء امتى. لا يعني فاهم. صح. في طرق. لا صح. في حاجات ممكن تتحل اسهل من كده يعني. صح.
بس في اي حاجه تانية في الليست we didn't cover؟ هي بروسيس الاونبوردنج كانت قد ايه سهله او صعبه بالنسبه بص بروسس الاونبوردنج بتاعنا اه بتاع بلو وركس. الناس في الاخر استعملته اه لا اوكي. هو بص هو في اي حاجه هقول لك هو اي حاجه اعتقد في اي شغلانه، انا مش بتكلم عندي جنرال، بتكلم ومش بتكلم في مصر ان جنرال، بتكلم بيبقى في ريزيستنس تو تشينج جامد قوي. صح. بس اول ما بتقدر توري الشخص ده هو هيستفاد ازاي، و there has to be some push برضو from the admin side to really enforce it, it becomes much easier to onboard. صح. طبعا انا جالي بقى كل الاكسكيوزز اللي في العالم في الاول، ما عندناش باقه، ما عندناش مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه، اصل يعني عارف كل حاجه، ما عنديش سمارت فون، كل حاجه. بس بصراحه BlueWorks was able to solve it really professionally, really easily. I think what we did, correct me if I'm wrong, is for the people that couldn't access the app, we got a tablet صح. في المصنع وبقت بالصوره صح. وكده. فالموضوع بقى سهل جدا يعني. ف it was honestly a great experience. والله من ذوقك. anything. Okay, quick ايوه 5 questions. ايوه. Go to chocolate or dessert order? Go to chocolates or dessert order in general ولا في موكو؟ In general. in general. In general. مرة موكو جاي. لا انا لازم اقول حاجه موكو كده بتحرجوني، في حاجات كتير قوي بحبها بس. Next one is favorite موكو product. طيب wait favorite dessert. لا هي a cheesecake for sure. Okay. I like a good cheesecake and we're making a new cheesecake for Moco which is actually great. ابعت لنا طيب حاجه بس. هبعت لكم. A favorite موكو product and why? Favorite Moco product. Look, I love our ancient Egypt box, the one with the pyramids, just because دي نزلت ريتيل ولا بي تو بي بس؟ لا هي نازله عندنا في المحل بتاعنا اللي في البيراميد كومبلكس عند ابو الهول، ونازله في الديوتي فري، وموجوده اكشلي في كل محلاتنا، بس مش نازله في المودرن تريد وفي السوبر ماركتس وكده. I love that box because it has some of my favorite flavors inside, and because of just I'm proud of me and the team for being able to create such an intricate and sophisticated box. It really wows people when they open it, and that gives me a source of pride, and that's why I love that product. But I also love our hot chocolate and our French toast and waffles. كل حاجة. Can you tell us about the Pyramids Complex store? How did it come about? How did it come about? مفيش. اوراسكوم كانوا بيجددوا الهرم وبيجددوا الاكسبيرينس بتاع الهرم، يعني and they've done an incredible job and really bravo to the team. عشان الاكسبيرينس زمان كان حاجه، دلوقتي حاجه تانية. لا يعني كان حاجه يعني ما تليقش بمقام مصر خالص. صح. They were redoing the whole pyramid complex with the whole idea of how it's gonna be like how it is now. وبس عرضوا عليا محلا, and the idea was if you go to any big museum in the world or any historical site, the Louvre, the British Museum, they're all selling chocolates, and they're all selling branded chocolates with their history on the packaging. وبس that was the idea, and it was a idea that came together in two parts. So we're gonna take the shop and then we're gonna make products for the shop. We're do them both together. بس and it's doing great, alhamdulillah. And yeah, and that's why we're creating more products for tourists, because right now we have 7 products for tourists. We have the ancient Egypt pyramids box. Then we have 6 bars that have ancient Egypt themes on them. And now we're making the treasures of Egypt box, which we'll start selling next week, hopefully. Best business advice you've ever received, and from whom? It's one that I always repeat. It's from my dad, and it's about never giving up. He's always taught me that, and I think I hinted at that, or كلمت عن الموضوع ده شوية ما كلمت في موضوع الأزمة بتاعت الدولار في من سنتين، وقال لي يعني don't give up. بص, there's always going to be a solution. It might be not be the perfect solution, but there's يعني if you keep on trying, you're always going to find a way. That's يعني I think really important business advice that he gave me, and it's like something I try to يعني work by and live by.
Best customer feedback you've ever received. Best customer feedback I've ever received. Huh. كان في ست ما اعرفهاش بعتت لنا على الانستجرام account بتاعنا. She was giving birth and she nicknamed her newborn Moko because she loved our brand. Yeah, she sent us a photo. كان هوريك الصورة. كان في المستشفى وحاطة موكو على الحيطة with the helium balloons that are blown up كده. طبعا بعتنا لها بقى خطيرة. نص لا، محل. A book, podcast, or movie that inspired you recently. لا هو look I listen to books every night before I sleep. There's a lot of books that I really love. I'm not gonna say one that this book didn't inspire me عشان it's about حرامي هتبقى مشكلة شوية to inspire me. بس $1 Billion Whale, it's a great story and it's a great book and it's a great read and it's super entertaining.